السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن السفر لليبيا بري. كلام مهم لكل شاب عايز يسافر من مصر بإذن الله تعالى. هنقول لكم كلام مهم جدا لأي واحد محتاج يسافر ويحسن من أوضاعه إن شاء الله بإذن الله تعالى. كلنا عارفين الفترة دي في مصر يعني الظروف صعبة شوية، فأنت عشان الحل ليك دلوقتي إن أنت لازم تاخد قرار إن أنت تسافر. أو لو أنت شغال في مصر مرتبك من 8000 او من 7000 8000 كده، انت كده ممكن ما تسافرش عشان كده الظروف ممكن تبقى معاك يعني ماشيه كويس. لكن لو المبلغ اللي معاك او الشهريه اللي معاك اقل من 8000 جنيه، فانت كده لازم تاخد قرار ان انت تسافر. طيب انت دلوقتي امكانياتك ما تأهلكش ان انت تسافر الامارات او السعوديه او اي دوله تانية، فانت الحل الوحيد ان انت تسافر ليبيا بقى. يعني تشوف لك بقى جمعيه تعملها، اي حاجه تسلف فلوس لحد ما تروح هناك وتردهم في خلال شهر او شهرين. كويس كده. طيب الناس اللي تقول لك ان ليبيا ما فيهاش شغل، الدنيا فيها مشاكل، الدنيا كذا، يعني ما تسمعش كلام اي حد. خد القرار وحاول تشوف حد كويس يمشي لك في الاجراءات بتاعه السفر. الموضوع سهل وبسيط جدا ان انت تقدر تروح هناك، يعني خلال 5 ايام اسبوع بعد ما تقدم يعني على السفريه دياتي. هتجيلك وتيجي هنا ما شاء الله الدنيا تمام. وتشوف حد تكون يعني تشوف لك حد كويس من اصحابك او جيرانك يكون شغال هناك وتروح تنزل عليه. يعني اهم حاجه، اهم حاجه رقم واحد ان انت تشوف حد شغال تنزل عليه اللي هو السكن يعني. ان ما تدورش على الشغل الاول، تدور على حد تنزل عليه. موضوع الشغل ده امره سهل، يعني اي حد هنا بيجي لازم تروح الاول على السكن. ده رقم واحد بالنسبه لك. بعد ما تيجي بقى الموضوع الشغل سهل جدا ان انت تشتغل. فاهمني؟ الواحد يجي انت هنا مطلوب صناعيه في كل المجالات. مطلوب لو انت سفراجي نفس الموضوع، ويتر يعني. برضه مطلوب ناس كتيرة جدا هنا وليهم ما شاء الله يعني أسعار كويسة جدا، شهرياتهم حلوة جدا هنا. تشتغل في مطاعم نفس الموضوع، صناعية في مطاعم مطلوب. فهنا مطلوب ناس كتيرة جدا، لكن هنا في لازم تبقى ماشي بإجراءات. يعني هنا في التزامات شوية، إن هنا في دايما الحرس البلدي ماسك الدنيا شوية. يعني لو حد مش ملتزم في الشغل أو مش أو في النظافة والكلام ده بيحصل معاه مشاكل. فأنت لازم هنا عشان تيجي تكون أنت ملتزم يعني بالقوانين البلد. هنا أول حاجة لما بتيجي بتعمل الشهادة الصحية، الشهادة الصحية وبطاقة الحظر والكلام دوت. عرفت تعمل الإقامة ده مصلحة لك أنت. ما عرفتش تعمل الإقامة تمام، يبقى أنت كده ماشي بالشهادة الصحية. لما بيخش معاك الحرس البلدي في أي مكان تديله الشهادة الصحية تمام، أنت كده أمورك طيب والدنيا ماشية معاك كويس. فأنت من مصر دور على حد كويس في البلد يكون بيسفر، وتعمل الإجراءات بتاعتك. الإجراءات البري إنك بتاخد 3 أيام في الطريق. يعني لما تدفع الفلوس مع الشخص اللي أنت هتسافر معاه، تطمن رقم واحد إن هو سفر حد قبل كده. ده رقم واحد عشان بيحصل مشاكل في الطريق. تمام. أول حاجة وأنت جاي في الطريق بتدفع له الفلوس. بعد ما بتوصل هنا على أول البلد، ما تخليه بيركن في كافيتيريا. السواق بيكون معاه مندوب بيقول لك في فلوس لازم ندفعها لحد هنا من اولاد علي تقريبا يعني، او الحاج علي. فانت لو المندوب ما دفعش الفلوس دي بيحصل معك مشاكل هنا. المشاكل انت بتقابلك هنا مش في مصر. يعني الشخص لو هو مش كويس اللي في مصر ممكن يدبسك هنا. فانت رقم واحد تطمن ان نسفر حد كذا حد قبل كده، وان يجي ناس كتيره جت هنا او حد تعرفه يكون هو جه. خلي بالك من النقطه دي عشان النقطه دي كانت قدامي، وانا اتصلت بالشخص اللي سفرني خلوه تحول الفلوس للحاج اللي هم قالوا لي عليه. فانت لو جاي بره هيحصل معاك نفس الموضوع. لما تدفع فلوس هتكلم المندوب بعد ما توصل هنا الجفره. تمام كده. هتكلم المندوب هتقول له حول الفلوس، هيحول الفلوس، هيقول لك انت تمام فلوسك اتحولت. هتخش هتعمل التحليل بتاعتك وهتخش المكان اللي انت رايحه، سواء طرابلس سواء بنغازي سواء مزرعه. الموضوع سهل سهل جدا وبسيط. طب انت ما دفعتش الفلوس للشخص اللي هم بيقول لك عليه دوت، هيعملوا معاك الغلط.
السواق اللي هتبقى جاي معايا يقول لك انت عليك فلوس ما دفعتهاش. في 3 حصل معاهم كده قدامي، يعني ما حدش عارف يعمل اي حاجه معاهم. دفعت الفلوس ما دفعناش، طب انا هكلم فلان وهكلم علان، كلم كذا واحد والفلوس ما دفعتش، وقال لهم انا داخلكم مخزن وبتاع وهعمل معاكم الغلط السواق الكلام ده طبعا هم كانوا رايحين طرابلس، فما اعرفش بصراحه حصل معاهم ان انا نزلت اول واحد. فخلي بالك من النقطه اللي زي دي، تبقى مطمن ان الشخص اللي انت هتسافر معاه يكون صفر كذا حد ويقول لك عليه ان ده كويس وتسافر معاه. ده هنا الدنيا ماشيه كويس، واي حد يكلمك يقول لك في مشاكل في اي حوارات في اي، مالكش دعوه باي حاجه. انت هنا من شغلك لسكنك، من سكنك لشغلك، الدنيا مية مية، مالكش علاقه باي حد. بس زي ما قلت لك في الاول، شوف لك اي حد، جيرانك، صاحبك، اي حد تعرفه تنزل عليه الاول كسكن، وبعد ما تشوف شغل بعد كده ممكن تشوف سكن تاني، ممكن نشوف لك مكان تاني على حسب ايه الدنيا. فانت اهم حاجة تيجي وتبقى في سكن الاول، وبعد كده الامور بعد كده تتعدل ان شاء الله باذن الله.